السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده. غنصايب معكم حلوه الشباكيه المغربيه على قهوه طريقها، عروسه المائدات الرمضانيه. اي واحد كتكون عنده في المائده ديال رمضان كتجي هشيشه ومجعبه وشاربه العسل والمذاق يا سلام، مقومه على قهوه طريقها. كنتمنى وصفتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا تستحق تجربه. تبعوا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للمبتدئات اللي ما عمرهم صايبوا الحلوى الشباكيه، من اول تجربه ان شاء الله غيصايبوها بعينيهم مغمضين. سهله في التحضير، مكوناتها بسيط بزاف. بسم الله على بركه الله، ندوزو لطريقه التحضير. عندي في المكونات 3 المعالق كبار ديال الكاوكاو محمر ومطحون، واحد راس معلقه ديال الخميره الفوريه، و3 المعالق كذلك ديال الجنجلان محمر ومطحون، ومعلقه عامره مزيان ديال حبه حلاوه، ومعلقه عامره مزيان كذلك ديال النافع، كلهم مطحونين ومغربلين مزيان. وعندي هنا ساشي ديال زهرة البرتقال، وخمارة من وزن 8 غرام، وعندي الزبدة مذوبة كما كتشوفوا حتى ولات نوازيط. كنحيدو لها ديك الكشكوشه وكندوبوها مزيان. عندي كاس ديال الزيت النباتيه، والماء زهر غنديرو كاس الا ربع، وقبيصه ديال الملحه دائما لتعديل الذوق، وغنديرو واحد 4 كاس ديال الخل، اي خل عندكم ممكن تستعملوه. وعندي 2 كيسان ونص ديال الماء، ممكن تكملوا هاد 2 كيسان ونص، ممكن تكتفيو غير ب2 كيسان. عندي هنا كيلو وربع ديال الدقيق، واحد القسطريه كنضيفوا الدقيق كيلو وربع بهذه الطريقه هذه، وكنضيفوا عليه جميع المكونات. معلقه تكون عامره مزيان مملوءه جيدا ديال النافع، وكذلك معلقه مملوءه ديال حبه حلاوه، كلهم مطحونين ومغربلين، وكاوكاو كذلك مطحون ومغربل ولا طحنوه مزيان حتى كيولي عقده كما كتشوفوا. وزنجلان حتى هو مطحون، كنحمرو شويه عاد كنطحنوه، وكنضيفوا واحد الساشي ديال زهرة البرتقال كتعطينا واحد النكهه زوينه بزاف للحلوى الشباكيه. وكنضيفوا الساشي ديال الخميره الكيماويه ديال الحلويات، الوزن ديالها 8 غرام، وغنضيف واحد شويه الملحه باش كنعدلوا الذوق. دائما اي حلوه كنديروا فيها واحد القريصه ديال الملحه باش كنعدلوا الذوق. صافي غنخلطوا المكونات بهذه الطريقه هذه، وغنجيبوا الزبده مذابه، الزبده ديال الطراق بطبيعه الحال، واللي استطعت دير زبده حيوانيه ديرها. هنا درت غير الزبده ديال الطراق وكندوبها مزيان حتى كيولي اللون ديالها بني، عاد كنخدموا بها الحلوه كتجي رائعه وكتجي هشيشه. وغنضيفوا كاس ديال الزيت النباتيه، انا هنا درت غير زيت النباتيه، ممكن ديروا زيت نباتيه وزيت الزيتون كتخلطوهم بجوج، كديروا كاس عامر مزيان. وكنديروا هنا الماء زهر، كاس الا ربع ديال الماء زهر، كنديروا فيها واحد شويه الخرقوم عواد. وعندنا هنا عندي هنا واحد راس معلقه ديال الخميره الفوريه، كنخلطوها مع 4 كاس ديال الخل. كنديروا في هاد كيلو وربع كنديروا غير 4 كاس ديال الخل. كنرملوا الدقيق ديالنا مع الزيوت ومع الزبده وكذلك المكونات النافع وحبه حلاوه والكاوكاو. المكونات كلهم كنرملوهم بهذه الطريقه هذه مزيان حتى كيتلبس لنا داك الدقيق بالزبده والزيت. وكندوزو كنغربلوهم، ضروري تغربلوهم بهذه الطريقه هذه بشي غربال ولا شي شبيكه، باش هذيك الكويرات اللي كيكونوا في الدقيق ما كيبقاوش نهائيا. حتى الا بقات لكم شي حاجه ديال النافع ولا حبه حلاوه ما مغربلينش مزيان، ما كيبقاش هذيك التكتلات. صافي بعد ما غربلت الدقيق، هنا نسيت واحد المعلقه ديال القرفه ما ضفتهاش، معلقه عامره مزيان كنخلطوها مع الدقيق. وكنضيفوا كاس الا ربع ديال الماء زهر، معاه واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم عواد او الكركم، وغنضيفوا 4 كاس ديال الخل، معاه راس معلقه ديال الخميره الفوريه،
صافي كنعجنو بالماء، كنكملو بالماء. هنا غنعبر معكم بالكاس ديال العنبه. هنا ضفت كاس الا ربع ديال الماء زهر، وغنعبرو الماء بالكاس ديال العنبه. هذا هو الكاس الاول، غنضيفوه فوق من الماء زهر. دائما الماء كتضيفوه تدريجيا باش تجيكم العجينه قاصحه. العجينه ديال الشباكيه السير ديالها خاصها تكون قاصحه، ما تجيش رطبه نهائيا. الا بغيتو الشباكيه تجيكم هشيشه ومجعبه ضروري تكون قاصحه في العجينه، ما تكثروش ليها الماء. خاصكم تعجنوا تدريجيا، كتجمعوا العجينه شويه بشويه وكتضيفوا الماء حتى كتبان لكم العجينه مجموعه وتكون قاصحه. بهذه الطريقه هذه كتنجح معكم الشباكيه من اول تجربه ان شاء الله. هنا ضفت كاس ثاني ديال الماء. كما كتشوفوا الشباكيه ديالي او العجينه باقا قاصحه وباقي ما تجمعاتش. غنزيد 4 كاس، في المجموع 2 كيسان وربع ديال الماء، وكاس الا ربع ديال الماء زهر. بين الماء زهر والماء 3 الكيسان باش جمعت هاد العجين. كما كتشوفوا بعد ما تجمعت ليا العجينه او الشباكيه كنحطوها فوق سطح العمل وكندلكوها مزيان. اللي كتبغي تدليك ضروري تدلكوها مزيان والعجينه تكون قاصحه. هنا غير زربت الفيديو مرة العجينه قاصحه وكندلكها مزيان واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق، وانا كندلك فيها بهذه الطريقه هذه. وعاد كنغلفوها بالبلاستيك من بعد وكنخليوها ترتاح مده واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق. صافي كنخدموا بها مباشره، ما كنخليوها لا تبات لا حتى حاجه، غير كي كدلكوها وتخليوها واحد 6 دقائق. هذا هو القوام كما كتشوفوا. كنغلفوها بالبلاستيك ونخليوها ترتاح. غير كنجمعوا المطبخ فاش عجننا او الموعن فاش صايبنا العجين. صافي كنبداو نشكلوا الشباكيه ديالنا او الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا كنشكلوها، كنديروا مرصويات بهذه الطريقه هذه وكنسرحوهم بالدلاك فوق سطح العمل وكنقطعوهم وكنعاودو نسرحوهم باش يرققوا شويه. كندوزوهم في الوراقه. اللي ما عندهاش الوراقه كتسرح غير فوق سطح العمل بهذه الطريقه هذه حتى كتبان ليها الشباكيه رقيقه. كتهزي الشباكيه كديري يديك موراها وكتبان لك يديك من وراء الشباكيه، كتبان قدام الضوء بطبيعه الحال. صافي كنعرفوا الشباكيه ديالنا راها ناجحه 100%. وكنقطعوها بالجراره. في حاله الا ما عندكم الوراقه الطريقه اللي ديروا سهله وبسيطه. انا هنا عندي الوراقه، غنورقها بهذه الطريقه هذه. كنورقوها وكنطويوها باش كتجيكم الشباكيه مجعبه وشاربه العسل. ضروري تسرحوها 2 مرات وكطويوها. كتغطيوها بالبلاستيك الغذائي دائما، تخليوها ترتاح باش ما تنشف لكم. ضروري تغطيوها بالبلاستيك بهذه الطريقه هذه. صافي في هذه المرحله كنسرحوها مزيان فوق سطح العمل حتى كتولي رقيقه وكندوزوها في الوراقه باش كتجينا طرق واحد، ماشي كتجينا الشباكيه وحده غليظه وحده رقيقه. من الاحسن ندوزوها في الوراقه. بعد ما سرحتها بالدلاك بهذه الطريقه هذه غندوزها في الوراقه. طريقه سهله وبسيطه، غير تبعوا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله غتصايبوا الشباكيه من اول تجربه. هنا كما كتشوفوا كندوزها في الوراقه. هنا قربت الفيديو ما مصورش مزيان كنعتذر. صافي بعد ما كندوزها بهذه الطريقه هذه تجي رقيقه. كما كتشوفوا يديكم كيبانوا من وراء الورقه ديال الشباكيه. كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل ديك الكميه اللي عندي وغندوز باش نقطعها معكم ونشبكوها بكل سهوله. الطريقه ديال التشباك سهله، وكذلك الطريقه ديال الطياب اللي ما عمرها شبكات الشباكيه او ما كتعرف تشبك نهائيا غدير غير الاشرطه بهذه الطريقه هذه وكدير 6 الاشرطه واحد فوق من واحد. صافي كتقادهم وكدير القياس اللي بغات في الشباكيه، بغاتها كبيره ولا بغاتها صغيره وكتقطعها. هانتوما غتشوفوا في الفيديو طريقه سهله وبسيطه. كنديروا 6 الاشرطه بهذه الطريقه هذه. كنقادوهم كلهم بحال بحال وكنقطعوهم بالموس وكنشكلوا منهم. كنقطعوا الشباكيه الاولى او القطعه الاولى وكنسيوها
فوق من جميع القطع باش كتجينا عبار واحد. صافي كنشكلوها بهذه الطريقه هذه. كنستعنوا بواحد العود ديال الشيوه باش كنقادو هذيك الوريضه من الوسط، كنقرصوا الجوانب، وكتشكل لينا كتجي واحد الشباكيه هائله بمعنى الكلمه، ما فيهاش تعب نهائيا وما فيهاش الخدمه. هي كتشكلوها بهذه الطريقه هذه وتسرحوها وتقطعوها بالموس. طريقه سهله ومبسطه بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم شبكوا. هاد الطريقه هذه بسيطه. وعندي هنا هاد القطعه هذه حتى هي كتجي الشباكيه ديالها غزاله بزاف. كنديروا شريط فوق من شريط وكنقلبوا الشباكيه، كنخليو الشريط الخامس كما كتشوفوا وكنقلبوا ونقرصوها من الجوانب وكتجينا واحد الشباكيه رائعه. صافي كندوزو باش نقليو الشباكيه ديالنا بعد ما خليناها تنشف واحد 10 دقائق. كنديروا الزيت ساخن في الاول. انا هنا درت واحد القطعه باش تسيت الزيت واش سخون. كديروا شي طنجره مجموعه بهذه الطريقه هذه باش تجمع لكم الزيت. خاص الزيت تجي طالعه فوق من الشباكيه كما كتشوفوا، تكون مغطيه كلها بالزيت. غير كتبان لينا الشباكيه كلها طالعه فوق من الزيت بهذه الطريقه هذه. هذا هو واحد السر من الاسرار. وكتنقصوا على الشباكيه ديالكم طيب على العافيه مهيله باش ما كيتخطفش لكم اللون ديالها. كديروها في العسل بهذه الطريقه هذه. اللي حيدناها كنديروها في العسل. ضروري العسل يكون خاطر. نخلي لكم مليان في صندوق الوصف ديال العسل ان شاء الله. صافي كنستمروا بهذه الطريقه هذه. اللي طيبناها كنديروها في العسل، نخليوها واحد 4 دقائق وكنصفيوها، نديروها في شي شبيكه حتى كتقطر. هذا هو الشكل ديالها النهائي. كتجي هائله بمعنى الكلمه. تستحق التجربه ديالكم. كنتمنى الوصفات نال الاعجاب ديالكم، ودائما ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وتعليق. هذا المغرس عمران. هذا الشكل ديالها النهائي هائله هائله. السلامه. خليكم الراحه والهنا. الى فيديو قادم.